أبو سعيد مساء الخير. نور يا هلا. حياك الله. الله يبارك فيك. أكبر عيالك سعيد ولا في أكبر منه؟ لا والله سعيد في أكبر منه أخته. طيب الله يحفظهم ويخليهم لك جميعا. طيب الله يخليك. عم أبو سعيد يعني اليوم زميلنا علي الشمري أعطاني في بداية الحلقة خبر قال فيه بأنه إن شاء الله سعيد سيكون موجود في معسكر الإعدادي للفريق الاتحادي اللي هو يرتبط مع اللاعب بعقد لمدة 4 سنين. هل صحيح؟ والله الموضوع لا زال معلق لأنه حسب ما طلع في جريدة الشرق الأوسط أن نادي الاتحاد طلب 10 مليون ريال من النادي الأهلي مقابل فسخ عقد اللاعب سعيد. يعني بانتظار النادي الأهلي عشان يردوا على هذه المعلومة أو على هذا العرض، ولكن اللي أنا أبغى أوصله يا سيد الفاضل إيه؟ أن الدكتور عبد الله البرقان وأحمد عيد للأسف الشديد يعني ظلموا سعيد ظلم واضح. ليش؟ لأنه لما سعيد أوراقه كادت تروح لمحكمة الكاس رحبوا في البداية وقالوا أحمد عيد مسجل الكلام ده، قال ما عندنا مانع اللاعب يروح محكمة الكاس، وأنا كلمني شخصيا قال لي أبو سعيد مستني بس الخطاب يترجم وأوقعه. عدنان المعيبد طلع وقال نحن ما عندنا مانع إنه اللاعب يروح هناك، وافقنا على إنه اللاعب تروح أوراقه من محكمة الكاس على اللاعب. اجتمعوا الثلاثة مثلث الظلم ووقف في وجه سعيد وقالوا عدم الموافقة الخطية حسبي الله عليهم، ولكن نحن في ايام مفترجه. لا اسمع يا ابو سعيد رجاء لا تتحسب على حد. اوكي، تبغى تقول رايك وتبغى تعكس السيناريو اللي حدث، البرنامج برنامجك. اوكي، لكن انا ما اقدر اخليك تدعي على حد على الهواء مباشره. اوكي طيب ماشي الحال. تفضل. انا سؤالي البرقان يا سيد الفاضل، البرقان رقم 1 في القانون، نحن ما نفهم في القانون، خلينا نفهم في القانون. ليش يرد يشرح ليش رفضوا انه محكمة الكاس تنظر سعيد؟ ليش؟ طيب دكتور نسمع راي منك، خلي الدكتور يعلق. السلام عليكم يا عم ابو سعيد. ليش السلام عليكم. رفضوا انه محكمة الكاس يسلم عليك الرجال، رد عليه الحين. مساك الله بالخير عم ابو سعيد. مساك الله بالنور. حياك الله، شهر مبارك، الله يسلمك. يا هلا دكتور عبد. طال عمرك، بالنسبه لذهاب الكابتن سعيد لمحكمة الكاس هذا لا يخص لجنة الاحتراف لا من قريب ولا من بعيد. طيب ليس لنا علاقة نهائيا في الموضوع هذا يعني. يا سيد الفاضل يقول لك لازم موافقة الاتحاد السعودي عشان ينظر في الموضوع، انتوا قلتوا طيب يروح. عم ابو سعيد، لجنة الاحتراف ليست هي الاتحاد السعودي. الاتحاد السعودي يعني يرأس الاستاذ احمد عيد ولديه لجنة قانونية، ليست لجنة الاحتراف لها علاقة في الموضوع هذا. الشيء الثاني يا استاذ ابو سعيد، ترى لست انا رقم 1 في القانون، انا لست برجل قانوني يعني. لا انا سمعت تصريحك، ولا قبل كده قالوا الدكتور برقان رقم 1 في القانون، قلنا طيب نحن جهله ما في القانون، اشرح لنا. لا يمكن اقول، حتى لو انا رقم 1 لا يمكن اقول انا رقم 1، ما يمكن. طيب يا عم سعيد، ابى اسالك سؤال مباشر، ادري انه قديم لكن ابى اسالك سؤال مباشر، او هي عده اسئله جاوبني عليها بشكل سريع. تفضل. انت رحت انت والابن سعيد الى ومعكم وكيل اعماله السابق الى منزل او اي مكان ابراهيم البلوي ووقعتوا عقد ولا ما وقعتوا؟ لا تمام، هذا انا شوف بقول لك يا اجيب من الاخر، ترى موقف نادي الاتحاد سليم 100%، ما في اي غبار عليه. اذا موقف الاتحاد سليم معناته موقف اللجنه سليم. ولكن السؤال ترى في دور مهم جدا للوكيل حقه، ترى والله العظيم ما سلط الضوء عليه، وكيله السابق ما سلط الضوء عليه تماما، لانه انا كلمت الامير فهد بن خالد وقال ترى في عرض انا كلمت فيه الوكيل حقه بعد مباراة الخليج ب6 مليون ل3 سنوات، الكلام ده ما وصلني ولا وصل لسعيد للاسف الشديد. طيب في هنا تفضل ابو سعيد، الان ايش موقفكم؟ ايش موقف الابن سعيد اللي قلنا انه نجم مهم مثقف ما نبغى نخسره؟ ايش موقفكم؟ هل حيستمر على عدم رغبته بالانضمام لتدريبات الاتحاد
وحيخلص الاربع سنين كلها وبعدين حيرجع يلعب للاهلي، ولا لا في لا كلام لا. ثاني؟ يا سيد الفاضل، انا اسف ان احنا ما يرضينا انه سعيد يتعطل اكثر من كذا، ولكن نحن الان بصدد انتظار رد اداره النادي الاهلي على العرض 10 مليون اللي طلبوها. في حاله انه وافقوا خلاص ودوهم هذا تنتهي المشكله. اذا ما وافقوا لا سمح الله بعد كده نشوف ايش تستمر، ما بدي استبق الحوادث، ولكن احنا بانتظار الرد الاهلاوي على عرض الاتحاد. واتوقع انه عندهم جميع عموميه يوم الاحد، يمكن يصير شيء فيها ونستنى، ما نتعرف ايش اللي حيطلع في المستقبل. بس سعيد ما حيلعب للاتحاد نهائيا. والله حتى الى الان طالما انه في الرغبه الاهلاويه قائمه، وطالما هم عرضوا الشيء هذا، موافقين على العرض، نشوف العرض اذا كان صار اتفاق بين الناديين خلاص الله ممكن يوفق. يلعب واذا كان ممكن يلعب للاتحاد ولا مش حيلعب؟ والله في حالة واحدة، في حالة انه اذا كان النادي الاهلي ما رد او ما ابدا موافقة على موضوع 10 مليون، طبعا الواحد خلاص يكون مجبر يعني حيلعب للاتحاد اذا ما وافقوا. في حالة انه اذا كان ما تخليك معي دقيقة. طيب متى نتوقع؟ في حالة انه ما يعني زي ما تقول تجاوب او رد من النادي الاهلي على هذا العرض. ايه يعني ممكن يلعب للاتحاد. انا مصر يعني على هالجولة. والله اللعب الاتحاد هذا طبعا انا ما يعني سعيد هو طبعا صاحب القرار الاول، صحيح انا والده، ولكن في احتمال انه يلعب سعيد، ولكن اتمنى انه العرض الاتحاد يلاقي جواب من النادي الاهلي. طيب انا اشكرك على مداخلتك وانصحك نصيحة لوجه الله، لا تدعي على احد وانت ما انت يعني مالي يدك انه هو سوى كذا. الرجل يقول لك انا مالي علاقه تروح للمحكمه ولا ما تروح للمحكمه، ما هي علاقتي انا. مسلي بس عشان بختم معه في شيء. يا سيد الفاضل، والله التعب والمعاناه والالم اللي عشناه في البيت من وراء الناس اللي ظلمت سعيد يا جماعه الخير، واضح الموضوع، لكن اقول حسبي الله خلاص، والثالث انا فوق امري لله سبحانه وتعالى، وربنا هو اللي حيتصرف من عنده. الرجل قال كلام ايجابي عن ابنك، والرجل قال وانت بنفسك قلت انه هو اللي وقع للاتحاد وانه موقف الاتحاد سليم. ايش دخل الرجل يا اخي؟ ايش تبغى يسوي؟ لا يا حبيبي انا بقول لك على الناس اللي منعت انه اوراقه تروح لمحكمه الكاس، هم هذول الظلمه. من اللي منع؟ هذول مين ما كان، هذول هم اللي ظلموا سعيد، وربنا موجود. مين اللي منع؟ ربنا عالم بكل شيء واقوى منه ومنهم. يا استاذ ماجد انا بالنسبه لي ما يخصني طيب اللجنه. شكرا لك يعطيك العافيه، تفضل.